اهلا بيكم حلقه جديده من سلسله اهميه التعليق الرياضي للمكفوفين. ضيفنا النهارده معلق مميز جدا، واحد من المعلقين اللي اتربيت على صوتهم، وفرحت جدا لما رجع للتعليق لان احنا ببساطه كده بنتنشأ على معلق. ضيفنا صاحب المقوله الشهيره جول جول جول، مع تحيات واسم اللاعب. وسام 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 الاهلاويه. ضفنا وذكريات ماتش الاهلي والاتحاد الليبي، المباراة اللي كانت تساوي حياة او موت. اتغلبنا 2-0 في ليبيا وكان لازم نكسب 3. ضفنا صاحب مقولة شهاب واحدة يا شهاب، يا ولد يا ولد يا ولد، شهاب شهاب. وكان الهدف الثالث وكان هدف التأهل في واحدة من المباريات اللي جمهور الاهلي اكيد مش هينساها في حياته. شهاب ادي واحده يا شهاب، واحده يا شهاب، يا ولد يا ولد، شهاب دور الملعب، شهاب شهاب شهاب، حبيبي الاهلاويه وحبيبي يا شهاب. ضفنا المعلق المميز جدا بقنوات اون تايم سبورتس، المعلق محمد عفيفي. انتوا بتسمعوني، معاكم مؤمن مصطفى. يا كابتن، منورنا في سلسلة أهمية التعليق الرياضي للمكفوفين. أهلا بيك أستاذ مؤمن، سعيد بوجودي معاك ومع كل إخواتي وأصدقائي على صفحاتك على السوشيال ميديا. إن شاء الله يكون حوار مفيد للجميع. عايز ابتدي معاك بسؤال انا بحب اساله جدا لضيوفنا. هل تعاملت مع حد من ذوي الاعاقه البصريه؟ طبعا اتعاملت مع أصدقاء ومع ناس في مجال الميديا برضو، منهم زميلي محمود عباس، مذيع في الراديو، واحد من الموهوبين واللي كان ليهم تجارب في برامج كتير. فتعاملت طبعا، وطبعا أهمهم محمود عباس، واحد من أصدقائي المقربين. مش عاوز أقول لك أو أبالغ إن كانت من أهم متطلباتي وأنا بعلق فكرة إخواتنا المكفوفين، لأن أنا علقت فترة كبيرة جدا من خلال إذاعة الشباب والرياضة، وكانت الإذاعة يعني مش عايز أقول لك شريحة كبيرة جدا بيتواصلوا معايا على الفيس وعلى الرسائل الخاصة ومن خلال الواتس. فكان كل ملحوظة صغيرة أنا بمتثل ليها عشان أكون أنا زي ما بيقولوا كده العين بتاعتهم في الملعب. وهم بيشوفوا أفضل مننا بكتير على فكرة، وعندهم رؤية وليهم ملاحظات مهمة جدا كنا بنشتغل عليها. فطبعا ده كان واحد من أهم متطلباتنا، وخصوصا وإحنا بنعلق كمان في الإذاعة أكتر من الشاشة، إنما كنا بنحط في الاعتبار سواء الشاشة أو الإذاعة. ازاي انت كمعلق بتحقق التوازن ما بين انك تمكن الكفيف انه يتابع المباراة وتقدم ليه الوصف الكامل، وفي نفس الوقت ما تخليش المشاهد يشعر بالملل؟ دي حتة بتيجي بالتجارب التراكمية او بكتر التعليق، ان انت خلاص وصلت لمرحلة من النضج والمهنية انك بتعيش كل اللي بيتابع المباراة بشكله. يعني ايه؟ يعني المشاهد العادي ما يحسش ان انت مثلا بتقول له الكرة على حدود ال 18 فيقول لك هو طب ما انا شايفها. لا، انت بتعمل مصطلحات معينة بحيث ان انت لا تمل المشاهد منك، وفي نفس التوقيت توصل لاخواتنا بالشكل اللي يخليهم يتابعوا المباراة على الشاشة زي الاذاعة، ولكن ما بيكونش فيه افراط كبير في الموضوع ده برضو عشان يحصل عملية التوازن اللي انت بتتكلم عليه. انت علقت في الراديو وفي التلفزيون، انهي امتع لمحمد عفيفي؟ وبتشوف ان الكفيف افضل ليه انه يتابع الماتش على الراديو ولا على التلفزيون؟ كل مكان له متعته، ولكن انا متعتي كانت متعة الاذاعة. الناس هتستغرب يقول لك الشاشة هي الاكتر يعني مشاهدة من الجماهير، ولكن انا بحب الاذاعة لان هي اصعب، وانا بحب الشغل الصعب وعايز اطلع من المباراة بشوف نتائج الشغل بتاعي دوت. الاذاعة في اعتقادي هي هتكون افضل لاخواتنا المكفوفين. ليه؟ لان كل معلقين الاذاعة بيعلقوا بوصف تفصيلي زي ما بيقول مكان الكرة فين، كل تفصيلة صغيرة لازم يركز عليها. وطبعا ده للناس المهنيين او البروفيشنال في الشغلانة اللي بياخد باله من الحاجات دي، فده هيكون اقرب ليه ان هو يعرف الكرة مكانها فين في الملعب، المباراة ماشية ازاي. حتى في حاجات للجمهور العادي ما بيكونش طبعا شايفها وهو بيتابع الراديو، فبالتالي المعلق مجبر ان هو يقولها. فكده قدر ان هو يشوف كل حاجة في الملعب اجباريا على المعلق. فالاذاعة هي الافضل ليه ان هو يتابع المباراة. محمد عفيفي، التعليق بالنسبة له متعة وحاجة بيحبها، ولا أكل عيش، ولا الاتنين؟ لا، التعليق بالنسبة لي متعة وحاجة بحبها جدا. على فكرة موضوع ان التعليق اكل عيش ده، يمكن التعليق هو الاقل
تقدير للقيمة المادية لغاية دلوقتي. على فكرة يمكن الأرقام لو حد سمعها هيستغرب جدا، رغم أن أهم واحد في منظومة كرة القدم أو في مباراة كرة القدم هو المعلق. يعني أنت ممكن ما تتفرجش على استوديو تحليلي، إنما المعلق 90 دقيقة لازم يكون متواجد، ولازم الجمهور بيتابع المباراة. حتى لو أنت واحد مش حابه، غصب عنك بتجيب صوت المعلق للمباراة. المعلق لغاية دلوقتي لم يقدر بالقيمة المادية اللي يستحقها، فبالتالي أي حد بيشتغل المهنة دي بيشتغلها حب ليها وعشق للتعليق والميكروفون، سواء على مستوى الشاشة أو الإذاعة. كان نفسك تطلع معلق ولا كان طموحك حاجة تانية؟ لا، موضوع ان انا نفسي اطلع معلق ده موضوع جه بالصدفه. كان موجود زي ما بيقولوا كده خلفيات للموضوع، ولا ما كانش بس يعني هدف كبير ليا. الموضوع ان كان في مسابقه للمعلقين تقريبا من 20 سنه من خلال قناه النيل للرياضه، وكنت انا واحد من المتقدمين للمسابقه دي بناء على يمكن رغبه الاصدقاء والمقربين ليا. ما كانش هدف ليا، موضوع جه بالصدفه البحته، وبدات المشوار وكملته الحمد لله لغايه دلوقتي. واحيانا كده بتبقى انت راسم خط معين تمشي عليه وتتجه لمجال تاني خالص، وربنا يكتب لك فيه التوفيق. اتمنى ان انا اكون قدمت حاجة خلال ال20 سنة اللي فاتوا. مين المعلق الأقرب لقلب الكابتن محمد عفيفي كصداقة، ومين المعلق اللي بتتمزج لما تسمع صوته؟ طبعا انا معظم المعلقين من الجيل بتاعي يعني اصدقائي ومقربين ليا. على المستوى المهني انا بحب احمد الطيب جدا، على فكره المعلق المصري في قناه الكاس القطريه وقناه البين، واكتر من معلق على فكره في الدوري المحلي دلوقتي محمد الشاذلي، من المعلقين المهنيين اللي صوتهم حلو مريح، عنده معلومه، عنده رؤيه فنيه يعني. وليا كتير محمد الكواليني معلق قريب لقلبي جدا، ومن اقرب اصدقائي محمد الكواليني. مجموعه كبيره من الشباب طالعين، ربنا يوفقهم الفتره اللي جايه، وبالتوفيق للكل في مجال التعليق اللي بقى دلوقتي يمكن كتير من الشباب بيترك باب مهنة التعليق رغم الصعوبة بتاعتها والمشاكل الكبيرة اللي بتواجهها. هل تسمع عن رياضات المكفوفين، وهل ممكن في يوم تعلق على مباراة كرة قدم للمكفوفين؟ طبعا تابعت رياضات ومنها طبعا كرة القدم، ويبقى شرف ليا ان انا اعلق مباراة للمكفوفين، وهتكون نقطة مضيئة في حياتي ان انا اعلق اي رياضه كمان للمكفوفين، مش شرط كمان كره القدم. اهم حاجه طبعا الواحد هيبقى عنده الداتا بتاعتها وملم بالقوانين واللوائح، وان شاء الله يكون في فرصه قريبه اكون واحد من الاصوات اللي علقت لاخواتنا المكفوفين. ليه الشارع المصري بيشوف ان احنا عندنا ازمه معلقين في مصر، وهل انت مع وجهه النظر دي؟ الجمهور بيبقى عنده بعض الحق، وفي جزء تاني لا، في مبالغة أو إجحاف على المعلق المصري، لأن المعلق المصري مش قاصر على التعليق على الدوري المحلي. في معلقين مصريين متألقين بره على القنوات الفضائية المشفرة أو القنوات المفتوحة اللي بتعلق الدوريات الأوروبية. المعلق المصري بدأ يعمل مقارنة في 10 سنين أخيرة مع معلقين شمال أفريقيا والمعلقين من دول الخليج، لليهم كل الاحترام والتقدير، ولكن إحنا بنتكلم على اختلاف المنتج ما بين التعليق على دوريات زي الدوري الانجليزي والايطالي والاسباني، الكلاس ايه في الدوريات الاوروبيه والبطولات الكبيره، وده مش متاح هنا للمعلق المصري، مفيش غير الدوري المحلي. فانت المقارنه ظالمه. في معلقين مصريين كويسين، في ازمه طبعا ممكن يكون في اختيار المعلق المناسب للمباراه، ودي مشكله تانية، مشكله ليها ابعاد تانية مش عايزين يعني نسترسل او نستفيض فيها، ولكن الازمه موجوده لتراجع ترتيب المعلق المصري بعد ما كان هو يمكن رقم واحد لمدة عقود كبيرة من الزمن، وهم زي ما بيقولوا كده هم بابا الشغلانة باللغة بتاعت اليومين دول. ولكن ان شاء الله يرجع التعليق المصري لمكانته تاني. ايه طقوس محمد عفيفي قبل المباراة؟ يعني بتحب تاكل حاجة، بتحب تشرب حاجة معينة، ولا ما بيبقاش فيه طقوس ليك قبل اي ماتش؟ هو طبعا في الطقوس العادية قبل المباراة بيوم، بتحضر للمباراة كويس جدا على مستوى المعلومات وقراية المباراة واللعيبة. انما يوم المباراة يعني الواحد الافضل ان هو يكون زي ما بيقولوا كده خفيف، ما ياكلش كتير عشان عملية الهوا، وانت بتتكلم ساعة ونص مباشر، ودي يمكن اصعب مهنة اعلامية. واهم طقس عندي واهم حاجة بعملها ان انا لازم اصلي ركعتين قضاء حاجة لاي مباراة انا رايح اعلق عليها، لان التوفيق من عند ربنا سبحانه وتعالى مهما كانت خبراتك وكفاءتك في مشوار التعليق. هل مباراة الاهلي والاتحاد الليبي كانت اغلى مباراة علقت عليها في مسيرتك، ولا في مباراة تانية مميزة ليك؟ مفيش شك ان مباراة الاهلي والاتحاد الليبي عملت حالة من الكيمياء والتعلق من خلال جماهير النادي الاهلي وارتباطهم بيا، لان كان حدث مهم جدا. مباراة في بطولة افريقيا، 100,000 متفرج في الاستاد، الشوط الاول بينتهي بالتعادل، والاهلي كان متأخر بجونين في لقاء الذهاب. يعني الاهلي على الاقل لازم يجيب جونين
عشان يعادل النتيجة ويلعب ضربات ترجيح. فبالتالي المباراة بكل السيناريو بتاعها، بكل أحداثها، بحالة التوفيق الكبيرة اللي كنت أنا موجود يعني فيها في المباراة، عملت لي طبعا شهرة ما بين جماهير النادي الأهلي في خلال الفترة ديت، ولغاية دلوقتي كل الجماهير طبعا بتتذكر الهدف ده. ولكن في مباريات تانية على المستوى المهني وعلى مستوى التحضير ومستوى الشغل اللي انت عملته ممكن ما تكونش خدت نفس الشعبية بتاعت لقاء الاتحاد الليبي. انما مثلا مباراة زي مصر وإيطاليا كأس العالم للقارات 2009 اللي ما عملش ليها شعبية انها كانت على التردد الارضي، كان معظم الجماهير بتتابع التردد الفضائي على قناة الاي ار تي، وتعلق الجمهور بزميلي المعلق الليبي حازم الكديكي. ولكن كنت بعلق انا المباريات انا والراحل الكبير الكابتن محمود بكر والراحل الكبير الكابتن حماده امام على قناة النيل وعلى القناة الثانية للتلفزيون المصري، وانا كان ليا نصيب ان انا اعلق مصر وايطاليا جون محمد حمص الشهير. مباراة كان نفسك تعلق عليها وما علقتش؟ المباراة اللي كان بيبقى نفسي أعلق عليها المباريات اللي كانت بتبقى محطات تأهل لمنتخب مصر لبطولة كأس العالم خلال السنين اللي فاتت. دي بتبقى من الأحداث المهمة. كنت أتمنى أي مباراة خلال أي مرحلة أكون أنا المعلق عليها، ولكن ده بيبقى نصيب وتوفيق، وممكن في الوقت نفسه تعلق على المباراة وما تكونش موفق. فهو ربنا سبحانه وتعالى بيديك الحاجة اللي هتكون يعني فيها زي ما بنقول مصلحة ليك. ربنا سبحانه وتعالى يقدر الخير دائما للواحد، واللي بيبعده عنه بيبقى خير برضه. انا ما اعرفش العلاقه اللي كانت ما بينك وما بين الكابتن محمد السباعي الله يرحمه، بس انا عايزك توجه له رساله علشان ذكراه قربت. يمكن كابتن محمد السباعي من المعلقين اللي بجد كنت اتمنى اعمل معاهم حوار في السلسله دي، برضه من المعلقين اللي انا متربي على صوتهم وبحبه جدا، ربنا يا رب يرحمه. عايزك توجه ليه رساله بسبب ان يعني ذكراه قربت، ربنا يا رب يرحمه ويجعل مثواه الجنة. وعايز كمان أقول إنه بالرغم إن كابتن محمد السباعي كان زملكاوي، بس إحنا عمرنا ما حسينا إنه منحاز لفريق في أي مباراة من المباريات. كابتن محمد عفيفي لو هتوجه للمعلق الرياضي محمد السباعي ربنا يا رب يرحمه رسالة، هتقول له إيه؟ بص يا مؤمن، انا هرجع تاني للسؤال اللي انت سألتهوني يمكن من 3-4 اسئلة. اقرب الناس ليا انا قلت محمد الكواليني، وقلت اسماء موجوده في مجال التعليق، ولكن الكابتن محمد السباعي كان من اقرب الاصدقاء ليا، بعيد كمان عن مجال التعليق. وواحد من اصحاب مش عايز اقول لك الفضل، محمد السباعي كان لما يروح قناه من القنوات الجديده اول واحد بيفكر فيه ان هو يجيبه معاه كان بيفكر فيا، بيفكر في محمد عفيف. ومحمد السباعي واحد من افضل المعلقين المصريين في ال20 سنه الاخيره. انا لو انا قاعد اتفرج على المباراه وعندي اختيارات، اول اختيار ليا كان هيبقى الراحل محمد السباعي اللي تفوق في مجال التعليق ومجال التقديم. بقول لك يا سباعي، احنا فقدنا معلق كبير، فقدنا واحد من اصحاب الحياديه في التعليق، ولكن انت لسه موجود بينا بالاهداف والمباريات الكبيره اللي انت علقت بيها، وهتفضل موجود بتاريخك اللي انت صنعته في الفتره اللي اشتغلت فيها. خلينا ناخد اسئله المتابعين ونروح لسؤال محمد العلاوي اللي بيحبك جدا وبيسال: هل ليه حضرتك يعني بتنحاز للأندية الكبرى زي الأهلي والزمالك وبيراميدز؟ برحب الاول بالصديق محمد العلاوي. يا محمد، لا مفيش انحياز ولا حاجه. القصه كلها ان انت مثلا بتعلق مباراه للنادي الاهلي، بيجي جون بتنفعل انفعالات طبيعيه، ممكن الجمهور بيستشعر الحته ديت، انما مفيش. انا ما اقدرش اخسر جمهور اي نادي، حتى لو نادي مش شعبي او نادي جماهيري. انا مش بالسذاجه ان انا افقد حتى لو 10 مشجعين لفرقه. فالحياديه دي هي اللي بتوصل على فكره المعلق للجماهير. ممكن واحد يستشعر ده في بعض الاحيان، انما هيجي في مباراه تانية هيلاقي لا، ان الموضوع بس مجرد ايه يعني احساس وعدة في مباراة وحدث معين بعينه. انما الميكروفون وكابينة التعليق امانة زيها زي الحكم اللي بينزل المباراة، لازم يكون عنده حيادية. سعيد يوسف بيسأل عن سبب غياب حضرتك لفترة طويلة عن التعليق. اسلام نور الدين بيسألك: انت اهلاوي ولا زملكاوي؟ وكان اتقال كلام انه سبب غياب حضرتك لفترة عن المباريات كان بسبب مشكلة في عينيك، هل المعلومة دي صحيحة ولا لا؟ طبعا كل معلق ليه انتماء، انما مش هيقوله. يعني انا لازم المعلق يكون اهلاوي زملكاوي اسماعيلاوي، انما ما فيش معلق يعلن صراحة عن انتمائه الا لو كان لعيب في الاندية الكبيرة دي وبطل وبدأ يعلق، فالجمهور عارف انتمائه ايه. انا ليا انتماء طبعا. موضوع ان انا غبت فترة عشان اصابة ولا حاجة، لا الكلام ده مش صحيح. انا غبت بارادتي، يمكن كنت خلاص فترة كده عاوز اريح، والبعض الحاجات ما بحبش اتطرق ليها تاني. الغياب كان بارادتي بنسبة 100%، والحمد لله ان كان في عودة تانية للجمهور قبل ما الجمهور ينسى صوت محمد عفيف.
قناوي بيسألك ليه حضرتك ما بتعلقش في الراديو مع انك كنت بتعلق زمان في الراديو؟ ان شاء الله قريب ارجع تاني للاذاعه. احنا بس ايه، الموسم اللي فات كانت عوده للشاشه، وباذن الله قريب اكون يا قناوي موجود امام الميكروفون في الاذاعه ان شاء الله باذن الله، وده مهم جدا بالنسبه لي الفتره القادمه. لو حضرتك هتوجه رسالة لمكفوفين مصر ومكفوفين العالم العربي هتقول لهم ايه؟ اخواتي واصدقائي واحبائي المكفوفين في الوطن العربي بالكامل، انتم اصحاب الاراده القويه، انتم بتشوفوا افضل مننا بكتير برؤيه وحس عالي في كل حاجه. مش عايز اقول ان العظماء اللي طلعوا في مجال التعليم وفي مجال الفن وفي مجالات كتير كانوا من المكفوفين، وطبعا كان يمكن اشهرهم واقربهم الدكتور طه حسين، العالم الجليل والكبير والكاتب الكبير. مش عايز اقول على مجال الفن الفنان الراحل الكبير عمار الشريعي، اسماء كتير، وعلى مستوى علماء العالم. احنا بنحاول ان احنا نكمل دور بعض، انتم ليكم دور كبير جدا في كل مجالات الحياة، واحنا لينا دور بنكمل مع اخواتنا المكفوفين. كل طلباتكم فوق دماغنا من فوق، واحنا برضو لينا طلبات عندكم، لان احنا في حاجات نعجز عنها بيكون انتوا عندكم الحس والمقومات والموهبة ان انتوا تأدوها افضل مننا بكتير. كابتن محمد عفيفي، يا رب يكون الحوار كان خفيف على حضرتك ونورتنا في سلسلة أهمية التعليق الرياضي للمكفوفين. حوار خفيف وجميل، وكنت سعيد بوجودي معاك يا مؤمن. ان شاء الله نتواصل دايما ويكون في لقاءات تانية ونتكلم ونوصل كل المعلومات الرياضية عن كرة القدم لزمايلنا واخواتنا على صفحتك وعلى السوشيال ميديا. سعيد بوجودي معاك، سعيد بوجودي مع الأصدقاء اللي كانوا موجودين، سواء اللي وجهوا أسئلة أو اللي بيتابعوا الحلقة مع مؤمن في لقاء اليوم. يا رب تكون الحلقة نالت إعجابكم. كنت معاكم مؤمن مصطفى، استنوني في مفاجآت قادمة وحلقات قادمة من سلسلة أهمية التعليق الرياضي للمكفوفين.